السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني وحبايبي متابعينا على قناة المصري تعليم سيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحياتي لكم جميعا، يا رب يكون الجميع بخير وفي أحسن حال. طبعا أنا بتشكر لكم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فطبعا كل التعليقات اللي بتيجي للواحد بتوصله، والله العظيم أنا ببقى في قمة السعادة إن أنا ليا أصدقاء يعني بحبهم يحبوني للدرجة ديت. احنا النهارده في الاخصاص ونازلين برضو ندور على احنا عشان دور في دور بياكل نفضل ماسكين فيه على طول، لا. سيبنا حلوان ومعايا الحاج محمد اهوت برضو بنجيبه في الصوره اهوت، ومعايا الحاج رفعت والحاج محمود وباينين برضو هم في الكادر. فنازلين احنا الاربعه وقلنا نجرب النهارده الاخصاص. وسمكتها لما بتكون تاكل سمكتها كبيره حلوه وبتكون سريعه، املنا في ربنا كتير. واهم حاجه يكون انت عندك عشم في ربنا ان ربنا هيرزقك، والسعي ده مطلوب، ان احنا نبحث وندور. الارض دي بالذات بتشتغل على الغويط، يعني ما بتشتغلش على البر، يعني سمكتها مش موجوده على البر. بتطول على طول بوز الغابه، لو الغابه بتاعتك 5 متر بترمي على اخر الغابه، بقى لو 7 متر بترمي على اخر الغابه، لو 8 متر وهكذا. كل ما بتغوط كل ما تكون سمكتها اخشن وسمكتها احسن. ولما بتاكل بالصلاة على النبي، عمك محمد بيقول بالصلاة على النبي. إيه لو مسكعة بقى وما بتاكلش بتبقى المية كلها، المية كلها مش كل يوم هتاكل. بنحاول نجتهد وندور ان احنا ناخد شريتين ناخد حاجة، ما كانش كده بنقوم بدري بدري ونتكل على الله بنروح. لكن هو المقصود ان احنا طالما عندنا وقت بننزل نستمتع فيه، وبننزل ندور فيه على السمكة. وان شاء الله النهارده هشتغل طبعا، النهارده مية حامية قوي هنا. في ناس بتشتغل على التثبيت الغماز وفي ناس بتسرح، انا بسرح وببقى برضه ماشي ببطء، بحيث ان انا ليه بنسرح؟ ليه انا بحب التسريح ودايما بتكلم في موضوع التسريح؟ لان الطعمايه هي اللي بتدور على السمكه. طعمايتك انت هي اللي بتدور على السمكه، مش السمكه اللي بتدور على الطعمايه. انت بتدور شوف الطعمايه بتشوف السمكه فين وتروح لها عشان تاخدها. اما انت لو مثبت الغماز، لا لحد ما سمكه تعدي من جنب منه لمحت الطعم بتاخده. خلاف لما انت كل هي تعب، التسريح تعب، وايدك بتتعب بالذات لو فايبر تقيل، وبتمشي وترجع تاني وتمشي وترجع تاني. بس هو ممتع لما تشوف بقى السمك بيضربك، تحس بالسمك على يعني انت بتمشي تحت صباعك، بتحس اول سمكه بتمسك الطعمه هزتها، امسك عليها في الوقت دوت ومديها بقى بالملي، يعني انزلها بالملي هتبص تلاقي السمكه خدت في الماء ماشيه وخدت الطعم وبلعته حلو. تيجي ترد عليها وان شاء الله كل السمك يبقى بتاعك باذن الله. ان شاء الله هنشتغل النهارده بالطريقه دي، احنا الاربعه بنشتغل بطريقه واحده، مدرسه واحده. فمفيش حد فينا من النوع اللي بيثبت يعني. فهنقول لكم ان شاء الله تفاصيل بالليل وربنا يكرمنا بسمك. الناس اللي كانت بتسال عن ليه انتوا بتصطادوش غير بالليل، احنا قاعدين اهو ما بنصطادش مع ان الميه موجوده. انا لو نزلت دلوقتي باي كميه دود، باي دود او طعمت، اللي هياكل معايا البساريه يا شر رفيع يا سمكه اللي هي النميري الزرقاء، ايوه ده اللي هياكل، يا حجاري لو بالصدفه. فطبعا هنهدر شويه الطعم وخلاص، لا بنريح نفسينا من المشوار، نقعد نشرب شاي نتغدى، اللي ما صلاش العصر يصليه، وبعد كده نتكل على الله نشتغل مع اذان المغرب لحد الفجر. قرآن الفجر ما بيقرا وبناخد بعضينا ونتكل على الله. مش عايز اطول عليكم و... وان شاء الله نشوفكم بالليل مع طريقه الصيد، ولو في سمك نقول لكم. احنا هنا في الاخصاص، اخصاص مش الاخصاص اللي هي بحري، اخصاص قبلي اللي هي تبع مركز الصف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده سهرتنا سهرة 12/9. طبعا احنا كنا في الاخصاص النهارده، وطبعا انا اسف ان انا ما صورتش سمك وهو بيطلع، لان الرصيف كان مليان ناس، وطبعا الواحد كان بيبقى مستعجب ان الواحد يطلع السمك واللي جنبه ما بيطلعش. فعشان كده ايه، منع الاحراج ومنع اللي كده، ما رضيتش اصور سمك وهو بيطلع احتراما للناس اللي كانت قاعده جنب مني. لكن الميه بسم الله ما شاء الله ما شغاله كويس، اللي حابب يطلع. عشان كده يا جماعه بقول احنا بنجرب ادوار كتير. مش معنى ان حلوان بتاكل همسك في حلوان، مش معنى ان المنيا بتاكل همسك في المنيا، لا احنا بنمشي ورا الادوار. يعني تعرف الدور ده سمكته ايه، الدور ده سمكته ايه. كل الميه بسم الله ما شاء الله بتاكل، الميه كلها بتاكل. النهارده الدور ده يمكن احسن دور انا نزلت عليه السنه دي، رغم اني ضيعت سمك كتير. السمك برضك لسه خايفه من نزول الميه، لكن موجوده والحمد لله بتاكل كتير. نفرجكم بقى على الشريتين. اللهم صل على النبي. تعال والله لسه انا ما شفتهمش، اشوفهم مع بعضين هم. يعني نشيل بقى سمك كله احجام. اللهم صل على النبي. اهيت ادي السمك يا رجاله اهو، عياشه كبيره اهي بسم الله ما شاء الله. قلت كله كبير، يعني مش هنقول كبير يعني انصاص يربع حاجات زي كده بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا كنا شغالين تسريح غماز،
والمهم طبعا الاهم من اي حاجه الغابه تكون طويله. غابه 36، بلاش 45، 36، 7 متر، 8 متر، 9 متر من السمكه في الغويط. بتوع سمك حلو، بتسرح غمازك وفله تقيله، فله تشيلها 7 بليات 6 بليات وتسرح بيها وتمسك على ايدك. وطبعا انتوا عارفين الحاجات دي كلها، انتوا اساتذه احسن مننا بكتير، بس ده للعلم. فتحياتنا ليكم، ونشوفكم ان شاء الله في سهرة تانية، ونلم بقى سمكنا عشان ايه، خلاص الفجر هيأذن. هنتكل على الله ونقول ايه، بسم الله ما شاء الله، شوية سمك اللهم صل على النبي. يمكن احسن حبة سمك السنة دي في الموسم ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نهينا رحلتنا يوم 13/9/2023. طبعا احنا زي ما قلت لكم كنا في الاخصاص. الارض جميله، ارض حلوه. مش معنى ان انا كنت بنزل حلوان باخد سمك ان انا هفضل ماسك في حلوان او المشتل او المنيا او الجدامي او اي مكان بننزله او الكريمات. لا، لازم الصياد يسعى دايما للافضل، يدور دايما على الافضل. طبعا احنا نزلنا النهارده وقلنا نجرب دور جديد. وطبعا الاول انا بتاسف ليكم جميعا ان انتم بتحبوا تشوفوا السمكه في الصناره. فانا يعني لشعور الناس اللي كانت حواليا، طبعا انا مرضتش اصور لان كانت في ناس كتير ما بتاخدش سمك وفي ناس كانت بتاخد، بس في ناس كتير اللي هم على شمالي وعلى يميني ما كانوش بياخدوا سمك. فاضطريت ان انا احتفظ. فالناس بتقول لي صور، قلت لهم لا، يعني عشان شعور الناس ما تزعلش. لكن السمك بسم الله ما شاء الله، السمك اهوت احجام حلوه، السمكه بتاكل كويس. واهم حاجه زي ما قلنا طول الغابه مهم جدا، وانك انت تسرح. يعني اللي ضاع احنا مش هنحسبه، السمك اللي ضاع مش هنقول بقى سمك كتير وسمك قليل. اللي ضاع ما بنحسبوش. ضاع طبعا سمك كتير، سمكه لسه نازله من على الجزر ولسه بتبخ. الحجم بتاعها حجم كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، احجام كلها بسم الله ما شاء الله. فكل الاحجام حلوه. الافضل لو انت عايز تروح الدور ده، الاخصاص دي يا جدعان مش بحري، مش صد الاخصاص. الاخصاص ديت قبلي، مركز تبع مركز الصف، قبل الصف بحوالي بتاع 15 كيلو. الغابه لازم تكون معاك غابه. بالمناسبه الناس لازم بتسال على الغابه اللي معايا. الغابه اللي معايا دي لسه جايبها السنه دي، غابه اسمها بينفينج. صورها كده يا عبده، بينفينج زي ما انت بخليه بالعرض زي ما انت التليفون. بينفينج اهيت. الغابه ديت ممتازه بالامانه، ممتازه. هي عيبها ان هي ممكن تكون غاليه شويه، عامله 1000 جنيه. لا، لكن هي غابه، هي 8 متر بس وخفيفه. فبرضه دي كانت نفعاني، ونوع من انواع اللي الواحد برضه بتبقى سبب في اسباب الرزق. بتسرح غمازك برضه. وطبعا الفله دي 5 بليات او 4 بليات. لو فله اكبر هتكون احسن، الميه هناك حاميه قوي. فان شاء الله الطلعه الجايه برضه هجربها وهتكون احسن من كده ان شاء الله. فاللي حابب يروحها هتركب من ركن فاروق، اي عربيه قول له نازل الاخصاص، انزل الاخصاص. اي توك توك قول له ودينا عند المدرسه. هتنزل عند المدرسه. هي ارض طينه بس عليها صيادين كتير، هتلاقي حبايبك كتير، هتقعد في وسطيهم. مفيش حته معينه، كل الميه بتاكل. اهم حاجه انك انت تقدر تمشي وتسند على ايدك وتعلم وتشوف السمكه بتاكل ولا لا، وتحس عليها، ترجع عليها سنه عشان السمك يدوس معاك، وتريح ايدك وتضرب. بسم الله ما شاء الله، كانت سهره زي الفل. يعني انا بعتبرها السنه دي بدايه الصيد السنه دي. لا، النيل كويس، واللي جاي ان شاء الله افضل وافضل وافضل. زي ما بقول لك كده، هتركب الركن فاروق، اي ميكروباص رايح الاخصاص، رايح الصف هتنزل في السكه. لو رايح الصف هتنزل في السكه، رايح غمازه هتنزل في السكه. برضه الرصيف بتاع غمازه حلو، اللي حد حابب يروح سمكه احسن من ده. بس ان شاء الله هيبقى ليا فيه سهره واقول لكم عليه برضه ان شاء الله قريب باذن الله. تحياتي ليكم، مش عايز اطول عليكم بقى اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.